السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه كنديرها للشعر ديالي اللي هي صباغه طبيعيه الشعر 100% زوينه وغزاله، ما كتضرش اختي الشعر، ما كتحرق الشعر، ما كدير لك حتى شي مشكل. لينا انا شخصيا اعوام واعوام واعوام وانا كندير هاد الصباغه هذه زوينه بزاف بزاف، لان ماشي عاد اول مره غنجربها معكم ولا اول مره غادي نديرها ولا لا، راه اعوام وانا كنديرها. دابا نيت شعري راه مصبوغ بها، ولكن هربت ليا، يعني هبط الشعر كيكبر وهنا بقى ليا ما عنديش صافي نقول نعاودها، مع انني غادي نسافر ان شاء الله لفاس. يعني كنوجد راسي كندير الحوايجات اللي خصني ندير، كنوجد راسي باش غادي نسافر ان شاء الله. داكشي علاش قلت نشاركها مع الاخوات. زوينه، شوفوا اللي شعرها كحل ما عطاش نتيجه من اول استعمال، اللي شعرها كحل ما عطاش نتيجه من اول استعمال، واللي كتصبغ شعرها بالنواغ ما عطاش نتيجه هذاك كاع نهائيا، لان اللي كتصبغ شعرها بالنواغ اي صباغه ما كتطلعليش. اللي عندها ليميش اولا صابغه شعرها بهذا اللون ديال المارو الذهبي، مارو الذهبي كيكون بحال شكل مارو، هو مفتوح بحال شكل ذهبي، هذيك كتعطيك النتيجه من اول استعمال، كتعطيك النتيجه. لان انا شخصيا كنديرها كتعطيني نتيجه مبهره، بحال راكي مشيتي للصالون وصبغتي شعرك. والله العظيم اخواتاتي بحال راكي مشيتي للصالون وصبغتي شعرك. انا كنديرها شخصيا، كون كان بالامكان ديالي نوريكم الشعر ديالي وتشوفوا اللون اللي في الشعر ديالي، ولكن غادي نحط لكم واحد الصوره اللي تقريبا بحال اللون ديال الشعر ديالي، بحال اللون ديال الشعر ديالي. نيشان فوتوكوبي غادي نحطها لكم وغادي تشوفوا اللون اللي كتخرج. الا كنتي كتصبغي شعرك بهذا اللون اولا كيعجبك هذا اللون اولا عندك ليميش اولا، يعني كتعطيك لون خطير خطير خطير. انا بدا شخصيا كيعجبني، كيجي مع البويض، كيجي مع الزعر، كيجي واحد اللون كرامي ذهبي زوين اخواتاتي غزال. غادي نمشي نشارك معكم الوصفه ونهضر معكم شويه عليها. هانتوما اخواتاتي الوصفه فيها جوج بيضات، ها هما جوج بيضات عندي هنايا، دايره جوج بيضات. اللي شعرها قصير صغير دير غير بيضه وحده، اللي شعرها طويل اكثر من شعري دير 3 البيضات، على حسب كل وحده المكونات ضعفهم على حسب الشعر ديالها. انا شعري ما قصير ما طويل يعني وقوي. غادي ندير جوج بيضات وغادي نضيف عليهم قهوه سريعه الذوبان. ها هي قهوه سريعه الذوبان كما قلت لكم، على حسب كل وحده وشعرها، اللي دير وحده واللي دير جوج على حسب كل وحده والشعر ديالها. ماشي كلشي بحال في الشعر، كاين اللي عندها قصير كاين اللي عندها قوي. نديرو جوج مسكافيات. هانتوما خديت جوج مسكافيات خويتهم هنا على على داك جوج بيضات وكنطربهم مزيان مزيان. شوفوا خواتاتي هاد الوصفه زوينه ما فيها حتى شي ضرر، بالضمانه ديالي على الشعر ديالكم. غير هي انا ما غاديش نقول لكم اللي شعرها كحل اولا اللي كتصبغ شعرها بالكحل غتخرج ليها، راه ما غتخرج لكم وما غتعطيكش لون زوين. اللي كتصبغ شعرها باللون اشقر اولا كدير ليميش، هذيك هي اللي غادي يخرج ليها اللون زوين. انا نكون معكم صريحه. المهم هنا كنبقى نطربها مزيان حتى كترجع ليا ما كيبقاش فيها الحبيبات ديال القهوه، كترجع كريمي وغنرجع معكم. هانتوما خواتاتي شفتوها، دابت ليا داك القهوه رجعت على هذا الشكل هذا بحال هكا. طربوها مزيان حتى تذوب ليكم، ومن بعد غادي نضيفوا المكون اخر. المكون اخواتاتي الثالث هو الخرقوم. خواتاتي الخرقوم راه ماشي اللي مطحون تجيبوه وديروه، لا هذاك راه كيكون غير مصبوغ ما زوينش نهائيا. هذاك الخرقوم يكون انتي واخداه وطحناه لراسك اولا طحناه عند العشاب اولا عند العطار يطحنولك عليه، انتي كتشوفي فيه كيطحنولك. يعني هذاك هو الخرقوم اللي خصك ديري، هذاك هو الخرقوم اللي زوين لا للوجه ولا للشعر ولا لاي وصفه. هذاك هو الخرقوم اللي خصكم ديروه خواتاتي، ها هو كيكون زوين. هذاك ها هو غادي ندير معلقه تقريبا صغيره ما عمرش ديال الخرقوم. هانتوما ها هي كنطربها مزيان حتى هيايا حتى كيدخل ينسجموا مع بعضياتهم. هاد الوصفه خواتاتي راه كتعطيكم واحد اللون ذهبي زوين. انا قلت لكم غادي نخلي لكم
شي صوره ديال لقيت شي صوره، الا لقيت، ما لقيتش راه ما قدرت نحطها غادي نخليها لكم. ما لقيت شيء، المهم راه كتعطيكم اللون ذهبي اشقر، كتعطيه لكم. التجربه ديالي انا هذه هي الوصفه اللي كندير اعوام هذه واعوام، ما كتحرش ليا شعري، ما كدير ليا حتى شي حاجه. المشكل حتى شي مشكل ما كديروا ليا الشعر ديالي. هانتوما صافي كنخلط هذا الشيء مزيان عاوتاني، وكنمشي ندير عاوتاني المكون اخر هو زيت العود. زيت العود الا عندكم زيت جوز الهند ديروه حتى هويا، اي زيت عندكم زوين للشعر ديروه حتى هويا. هانتوما غادي ندير زيت، انا ما غندير غير زيت العود هو اللي غادي ندير هاد الكميه كلها. هانتوما ها هي غادي نخلط مزيان باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي نحبس نخلطها مزيان ونرجع معكم. من بعد اخواتاتي ما خلطتها درت صابون البلدي. انا هنا عندي صابون البلدي جاري يعني دايب، نتوما ديروا صابون البلدي اللي عندكم ديروه. ديروا 2 معالق كبار ديال الصابون البلدي، راه زوين اخواتاتي صابون البلدي للشعر ديالنا، كيرطب لينا الشعر ديالنا زوين زوين زوين. راه كاين الناس اللي كيغسلوا به غير هو فقط. هانتوما كنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا عاوتاني هذاك الشيء. بحال هكايا كنخلطها مزيان. شوفوا كترجع القوام ديالها هادشي على هاد الشكل هذا. القوام ديالها زوين اخواتاتي وخطير، واللون كتعطينا خطير اللون للشعر ديالنا. المهم غادي نزيد معكم المكون الاخر، المكون اللي زوين. شوفوا خواتاتي اللي بغات دير هاد الوصفه غير بوحديتها، غير بوحديتها يعني غير بوحديتها بغات ديرها كتخرج واحد اللون. واخا بوحديتها راه كتخرج لون، ولكن الا درتي هذا المكون اللي غادي نوريك، راه هذا المكون هذا ديكاباج نمره 9. ديكاباج نمره 9 الا درتيه كيعطيك لون فوري ولون واضح وباين. ما درتيش ما كيعطيكش داك اللون اللي كيعطي بهادي، ما كيعطيكش، ولكن زويون. انا هذا كنديرو شخصيا البنيه ديالي كيخرج لها اللون ديالها بواحد اللون زويون اخواتي بحال المارو، كيخرج ليها اللوين ديالها. بغيتو ديروه لبنياتكم اولا ديروه نتوما بلا ما ديروا الديكاباج ديروه، راه حتى هو زوين ومرطب وكيعطي لون زوين اخواتاتي. غير هو هذا كيعطي لون اكثر، ولكن هذا ما ديروهش لبنياتكم نهائيا، هذا غير لكم نتوما. الا بغيتو ديروها لبنتكم ولا شي حاجه ديروا غير هاد المكونات هادو اللي درتهم معكم في النوبه الاولى. المهم هنا غادي ندير ديكاباج نمره 9. ديكاباج نمره 9 زوينه. ما كتشوفوا خواتاتي راه ما غضر لكم لا شعر، لا ما غضر لكم شعركم، ما غضر لكم اخواتاتي لا شعركم لا حتى شي حاجه. ما غضر لكم شعركم، ما كتحرش الشعر، ما كتنشف الشعر، ما كدير حتى شي مشكله اخواتاتي. انا كنديرها من شحال هادي وانا كنديرها. غير ديروا الزيوت مع هاد الوصفه، زيت العود ولا عندكم زيت الكوكو ولا عندكم شي زيت اخر حتى هو ضيفوه. غير ديروا الزيوت اللي عندكم ديروهم باش ما ينشف لكم شعركم وما كتنشف الشعر، كتجي زوينه، كتجي غزاله في اللون وكتجي فنه عاديه. راه المشكل ديال التنشف ديال الشعر راه كيكون من شامبان، كيكون من بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حيت درتي هاد الوصفه غتنشف لك شعرك، لا. هاد الوصفه ما كتنشف الشعر، تجربتي الشخصيه ما كتنشفش اخواتاتي الشعر. صافي غادي نشدها ندير نخويها هنا كامله. هانتوما راه كتخرج اللون غزال اخواتاتي، غزال غزال. تجربتي انا دايراها، ما هي مره، ما هي جوج، ما هي ثلاثه، ديما انا هذه هي صباغتي. مشيت واحد المره صبغت في الصالون ودرت نفس اللون، درت المارو وخرج ليا نفس اللون. سبحان الله اللي كنديرو هو هذا، خرج ليا نفس اللون. والله العظيم اخواتاتي لا خرج ليا بالصباغه بالبيد ديال هذا طاحت عليا شي 200 درهم باش صبغت شعري وخرج ليا نفس اللون اللي كندير هو هذا. هانتوما صافي كنخلط مزيان بعد ما درت الديكاباج.
الوصفه خواتاتي على الضمانه ديالي ما غدير لكم حتى شي مشكل في الشعر ديالكم، وغتخرج لك اللون غزال. غير هو كما قلت وكما واضح كما قلت لكم، ماشي اللي شعرها كحل غتخرج لها اللون من النوبه الاولى، وماشي اللي صابغه شعرها خلاص ديك صابغه شعرها ما يخرج لهاش كاع اللون اصلا. ديك كتصبغ شعرها باللون كحل ما يخرج لهاش اللون. شوفوا معايا الوصفه كيفاش القوام ديالها، شفتوها صباغه طبيعيه وزوينه وكتعطي نفس الفعاليه اللي كيعطيوها لك صحاب الصالونات. انا كنديرها ودرت ديال الصالونات، انا راه مبليه بشي حاجه سميتها الصبايغ وليميش وداك التخربيق مبليه به، ونفس المفعول كتعطي نفس المفعول بتجربتي اخواتاتي الشخصيه. هاي هانتوما شتيها كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. صافي كنشد اخواتاتي الوصفه من بعد ما كتنوجدوها بحال هكا، كنشدوها وكنطبقوها على الراس وكنطبقوها على الشعر ديالنا. الشعر ديالنا بطبيعه الحال يكون اخواتاتي ما غاسليناش، ما نقيش، يكون شعرنا من الاحسن يكون مسخ، يعني شعرنا مازال ما غسلناه، ونديروا هاد الوصفه على الشعر ديالنا كتعطي مفعول زوين اخواتاتي. ونطبقوها هكذا بحال اللي كنصبغوا في الصالونات، بحال هكا كنشدوا كل غسله ونديروا ليها ونديروا بحال هكايا، بحال اللي كنصبغوا الطريقه في الصالونات بحال هكاك. ومن الاحسن ديروا شي ليغات على حساب يديكم باش ما تفرحش لكم يديكم، وراها زوينه، راها ما كضر لك شعرك، ما غدير لك حتى شي مشكل، لان انا شخصيا اخواتاتي اعوام وانا كنديرها والله العظيم. طبقوها كما قلت لكم، خصله في الشعر ديالكم، وديروا لها السلوفان، لويو عليها السلوفان وخليوها شحال ما بغيتو، 4 سوايع 5 سوايع. انا تقريبا كنخليها النهار كامل، بحال دابا راني كنديرها معكم مع 12، دابا كنصور الفيديو مع 12، غنخليها حتى العشيه عاد غنغسل شعري، عاد غنغسل شعري حتى الليل، عاد غادي ندير دوش ونغسل الشعر ديالي. كتعطيني واحد المفعول زوين اخواتاتي، كتخرج لي واحد اللون اشقر. الا لقيت شي صوره غادي نحطها لكم باش تشوفوا بحال اللون اللي في الصوره راه عندي انا، ما لقيتش راه كتعطيني لون اشقر ذهبي غزال. راه ما كرهتش نوريكم الشعر ديالي راه فيه، ولكن ما يمكنش. المهم راها كتعطي لون غزال اخواتاتي بالضمانه ديالي، وما كدار لكم شعركم ما حتى شي حاجه، ما تخافوش منها نهائيا. وكما قلت لكم الا بغيتو ديروها البنيات ديالكم ولا ما بغيتوش ديروا ديكاباج ما ديروهاش، ديروها راه كتعطي واحد اللون الماغون البنيتات غزال. وانت الا بغيتي ديريها خصك ديريها وتعاوديها باش تعطيك اللون اللي بغيتي. يلا تهلاو ليا خواتاتي فراسكم حتى لا فيديو جاي، نتمنى من الله تعجبكم الوصفه، وإلا وصلتوا حتى لهنا الله يجازيكم بخير. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم كيحفزوني يا خواتاتي. ومرحبا باي سؤال ديالكم، واللي اول مره كيشوف قناتي ما ينساش يضغط على الجرس باش يوصلوا اي جديد حطيته ان شاء الله يا ربي. تهلاو ليا فراسكم اخواتاتي، وشكرا لكم بزاف.